بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر ونتشرف باستضافه كابتن حازم امام عضو مجلس اداره نادي الزمالك. اهلا بيك معانا يا كابتن. اهلا بيك معانا يا كابتن. اهلا بيك واهلا بالناس اللي معانا حبايبنا في السايت. بشكرهم وبتمنى لهم التوفيق، يعني ان هم يبقوا معانا دايما نتواصل من خلال السايت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن حازم، عايزين نعرف ايه الاضافات الجديده لعوده حميده اولا. عايزين نعرف ايه الاضافات الجديده اللي هتحطها في نادي الزمالك. بص انت والمجلس احنا لسه جاي، يعني انا شايف لسه ما عندناش حد اتكلمنا. ان شاء الله يبقى لينا لقاءات ثانيه ان شاء الله. الناس معانا على السايت هيشوفوها، يعني ان احنا نحاول اقول لهم ايه اللي بيحصل اول باول. احنا دلوقتي بنشوف صوره مبدئيه، لسه ما عندناش حتى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. عايزين نعرف الاول الايرادات قد ايه، المصروفات قد ايه، مين ايه اللي علينا فلوس ندفعها، جاي لنا فلوس امتى. الحاجات دي مهمه عشان تعرف تطلع اولوياتك في النادي. لكن ان شاء الله نتمنى، يعني انا اللي حاسس ان احنا الناس كلها بعد المشاكل ما راحت هيبقى كل الناس عايزه نادي الزمالك لاحسن، فهنبتدي احنا نبص لقدام كتير. يعني انا شايف الدنيا الاحسن هيبقى جاي باذن الله ان شاء الله، بس ما اقدرش اقول حاجات معينه لان انا لسه مش عارف. يعني هل هيكون اجتهادات ذاتيه ولا يعني ايه؟ يعني هتكون اجتهادات من النادي ولا من المجلس؟ لازم حاجات من النادي تطلع، يعني ان شاء الله كل الناس اللي في المجلس واللي بره المجلس هيساعدونا ان شاء الله. وانا بقول لك اهم حاجه في المجلس دلوقتي العوده دي خلت ناس كتير قوي هتقف ورانا، ودي حاجه مهمه انك تحس ان كل الزملكاويه كان دايما مشكله ان الزملكاويه كلهم ما بيبقوش مع بعض. اعتقد دلوقتي نوعا ما الدنيا اتحسنت والناس كلها عايزه الزمالك يبقى كويس، فانا شايف دي هتبقى حاجه مرحله كويسه ان شاء الله. شايف مبادره المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك يشكر عليها وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. النهارده طب ايه الجديد في فرقه الكوره اللي هيدخلوا فريق الكوره؟ هنشوف مع كابتن حسن لما نقعد معاه وهنشوف الدنيا فين، لكن انا مش شايف ان مفيش حاجات صعبه قوي، يعني مفيش اماكن وحشه جدا في نادي الزمالك. لا، في لاعبين ممكن، مفيش لاعبين يعني بعض الاماكن فيها ضعف شويه، لكن مش كل الاماكن ومش اماكن كثيره يعني. فان شاء الله هنوصل لحاجات كويسه باذن الله. مراكز زي ايه كده يا كابتن حازم؟ ما اقدرش برضه اقول لك، يعني انا بتكلم كوجهه نظر انا كحازم، لكن لما اقعد مع كابتن حسن اعرف بالظبط هو وجهه نظره ايه يعني. هل انت اللي هتكون مسؤول عن كره القدم انت وكابتن ابراهيم يوسف؟ اكيد يعني مش مسؤول، لكن اكيد طبعا هيبقى لنا مهمه معينه. اكيد طبعا كابتن ابراهيم وانا لعبنا كوره، واكيد هيبقى لنا قرار في المجلس يعني عن كره القدم يعني. كابتن حازم، هو طب انت شايف ايه الضعف اللي كان في الفتره اللي فاتت كان في الفريق؟ والله بص، مش عارف في الفريق، لا يعني الفريق في حاجات بيبان في ماتشات كويس، وفي ماتشات نوعا ما بيبقى في بعض لما بيحصل اصابات بيبان ان البديل نوعا ما مش على قد الاساسي. لكن انا مش هتكلم في فنيات قوي غير لما اقعد مع كابتن حسن، يعني فممكن الاسبوع الجاي اقول لك ايه الاخبار يعني. تقول للمستشار جلال ابراهيم شكرا جزيلا. شايف المئويه مشيت كويس؟ هنشوف ان شاء الله المئويه، بص في حدود المستطاع كتر خيرهم، لان برضه الظروف صعبه، فهنشوف احنا عايزين نقدر نعمل حاجه ثانيه باذن الله ان شاء الله. يعني في حاجه، في تخطيط جديد لسه هنشوف المجلس هنشوف ان شاء الله. كابتن حازم، توعد جمهور الزمالك بيه ان احنا هنحاول نبقى احسن. انا ما اقدرش اوعد، لان يعني ما اقدرش اقول لك هناخد الدوري حالا، دي حاجه مش بتاعت ربنا يعني، لكن هنحاول نخلي الفرقه كويسه عشان تاخد الدوري. توعدهم بمئويه جديده؟ هو لازم اقعد مع الناس بس نتكلم، ما ينفعش حاجات فرديه، لان انا ضد ان انا اقعد اصرح تصريحات فرديه كده. فلما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه مع المجلس، لكن ان شاء الله يبقى في حاجه كويسه لجماهير نادي الزمالك. هل في قرارات قريبه مع المجلس؟ لسه، بس هو لازم نقعد بس شويه نشوف الدنيا فيها ايه. تقول لجمهور الزمالك؟ اقول لهم شكرا جزيلا و يعني ان شاء الله يبقى قادم احسن باذن الله. شكرا جزيلا.